تم انتهاء عصر مرتضى منصور، لأن في القانون أي عضو بيتحط عليه عقوبة مقيدة للحرية بيتعزل وبيتشال عنه العضوية بتاعته. طبعا إن عصر مرتضى منصور ينتهي، أنا شايف إن هو في مصلحة الزمالك مش ضده. طبعا نادي الزمالك في عصر مرتضى منصور كنا دايما بنبقى قدام الفيفا في مواقف بايخة، ودايما قدام الناس كلها بيشتم كل الناس وبيهين كل الناس. اللي انا مستغرب له ان هو اتحبس شهر واحد على اهانته للخطيب. فين اهانته لابراهيم فايق شتمه بامه؟ وفين اهانته لعمرو اديب لما شتمه قدام الناس كلها؟ وفين اهانته لما شتم زوجة عمرو اديب لميس الحديدي؟ وفين اهانته لما شتم رئيس الوزراء، ولما شتم شعب مصر بحاله لما قال البلد دي ما فيهاش راجل؟ طبعا هيطلع ناس كتير ويقول لك حق الزمالك هيضيع في ان مرتضى منصور ساب النادي. لا، انا شايف ان مع الاستقرار ومع ان يجي لنا رئيس نادي محترم يعرف يتعامل مع الناس بادب وباحترام، حق الزمالك هيرجع تاني. لان في عهد مرتضى منصور دخل نادي الزمالك لعيبه لا تستحق اساسا ان هي تتواجد في نادي الزمالك، كل ده بسبب السمسره والمصالح الشخصيه والكلام الفاضي اللي هم بيعملوه. يعني لاعب زي عمرو السيسي ده ما كانش يستحق اساسا ان هو يعدي من جنب نادي الزمالك بكل الكوارث الفنيه اللي بيعملها في الملعب. لاعب زي عمر جابر ما كانش ينفع يرجع نادي الزمالك تاني، لان لاعب فنياته محدوده جدا جدا. ولاعب زي دونجا اللي بيلعب في نص الملعب، ولا بيقطع كويس ولا بيسلم كويس ولا بيبني هجمه ولا بيستلم ولا بيسلم ولا اي حاجه، طبعا موجود في نادي الزمالك. وكل اللعيبه دي موجوده باسعار عاليه خالص. اللاعب اللي طبعا جابوه طلعوا منه سمساره عاليه سامسون اكينولا، اللاعب اللي هو اساسا كان جابوه اشتروه عباره عن فيديو اتفرجوا عليه واشتروا اللاعب، مفيش لجنه تخطيط ولا في اي حاجه. بيع امام عاشور ب 103 ب 103 مليون، طبعا ب 110 مليون. طبعا هما مرتضى منصور لما اتعزل وجه تاني قال اللجنه المؤقته فرطت في مصطفى محمد وباعته بسعر رخيص، وهم كانوا بايعينه ب5 مليون. هو جه فرط في امام عاشور اللي انا شايفه موهبه اجمد من مصطفى محمد ب 110 مليون جنيه مصري، منهم إعادة بيع. يعني هو كل اللي دخل خزينة نادي الزمالك حوالي 70 مليون. طبعا هو فشل، والفشل دوت أدى إن الحالة اللي نادي الزمالك فيها دلوقتي. فإحنا كجمهور الزمالك ما نزعلش إن هو مشى، وما نقولش إن مثلا ده حق النادي مش هيضيع أو كده. لأ، أنا شايف إن كده حق النادي هيبتدي يجي تاني. السلام عليكم.